أعزائي المشاهدين، تعرفون جيدا أن آلة الجوزة من الآلات التراثية العريقة التي واكبت غناء المقامات العراقية بمعية السنطور. وهذه الآلة الجميلة والمصنوعة من جوز الهند ظهرت قبل 2350 سنة قبل الميلاد، وبالتحديد في العصر الأكدي. ثم تواصلوا مع تواصلت هذه الجوزة مع غناء التراث الغنائي وخاصة المقامات العراقية. أفضل أستاذ لهذه الآلة العريقة المرحوم والفنان شعوب إبراهيم، فقد كان يعزف عليها بإحساس كبير، كما كان يدرسها أيضا في معهد الدراسات الموسيقية. والحقيقة أن جهود الفنان الكبير الراحل شعوب إبراهيم أثمرت، فظهرت مواهب عزفية واضحة من خلال شعوب إبراهيم. وهناك عدد كبير من العازفين لهذه الآلة، منهم على سبيل المثال الفنان محمد حسين قمر، والفنان صهيب هاشم، وكذلك محمد صالح عمر وآخرون. في هذه الحلقة ضيفنا الفنان محمد حسين قمر، الذي عرف بنشاطه التلحيني المستمد من آفاق التراث الغنائي وخاصة المقامات والبستات العراقية، ومعظم ولا أقول الكل ما غنته الفنانة فريدة هو من تلحين محمد حسين قمر. والبرنامج يحاول، وأرجو أن لا يغامر، ولكنها محاولة أرجو أن تقبلوها مني. أردنا من الموسيقيين المتضلعين بالتراث الغنائي أن يغنوا. هم يعزفون نعم، ولكن نريد منهم أن يغنوا. فأول محاولة هذه للبرنامج مع الفنان محمد حسين. أهلا بك. شكرا أخ محمد، أنت بالتأكيد نشاطك معروف في مجال التلحين. نعم. وربما فاجأتك أمام الجمهور الآن أنه ما راح أطلب منك تعزف لنا فقط، وإنما تغني. فهل عندك استعداد؟ أستاذ يحيى، يعني منذ دخولي إلى معهد دراسات نغمية سنة 74 دخلت فرع الغناء، ودرسني أصول المقام العراقي الفنان المرحوم شعوب إبراهيم. نعم. ثم اختصيت بآلة الجوزة، ودخلت إلى فرقة التراث الموسيقي، ورافقت معظم القارئين للمقام العراقي، أمثال الفنان المرحوم يوسف عمر، والفنان حمزة السعداوي، والفنان حسين العظمي. يعني أكثر قارئين المقام من خلال مهرجانات المقام العراقي اللي قيمت كنت أصاحبهم بعزفي لآلة الجوزة. ولكن ما كنت تغني يعني؟ ما كنت أغني، بس أنا أساس دخولي إلى معهد دراسات النغمية دخلت يعني فرع الغناء. فرع الغناء، نعم. نعم. طيب، يمكن فد ملاحظة. نعم. إذا تسمح لي. أنت تلميذ في مدرسة المرحوم شعوب إبراهيم، أليس كذلك؟ ألاحظ عليك أنه تستخدم التكنيك أكثر أو كثير يعني تبالغ شوية، يعني اسمح لي. ها؟ نعم. لأنه هذه الآلة من توظف التكنيك العالي كعازف مقتدر، نعم، أعتقد أنك ما تعطي مثل ما هي مطلوب. كذلك بالنسبة للعود. نعم. يعني العود من تزيد التكنيك عليه يصير جيتار، وكذلك بالنسبة إلى آلة الجوزة. فهل يا ترى هذا التكنيك يعني أنت مفكر به سابقا؟ عفوا أستاذ يحيى، بالنسبة لمسألة التكنيك، بداية دراسي في معهد دراسات نغمية صادف أنه مع قدوم الخبير الروسي محمودوف،
فبداية دراستي لآلة الجوزة كنت أدرس دراسة غربية، لأنه آلة الجوزة مثل ما أنه نعرف موجودة في الاتحاد السوفيتي في كل وموجودة الدول نعم. الشرقية. نعم. فدراستي بديت أنه أدرس الآلة بالجانب الغربي، يعني النصب اللي درسته هو الجانب الغربي، مثل ما نعرف أنه بالعزف الغربي التكنيك كلش عالي يكون. ما يخالف، بس هاي آلة تراثية. نعم. أجي وياك أستاذ يحيى. فدراستي للمقام العراقي على إيد الأستاذ شعوب إبراهيم الله يرحمه، فخلاني انه بالمقامات العراقيه اضافات يعني صغيره من التكنيك، يعني تزيد من حلاوه العزف، يعني اعتقد ما ياثر، بس يعني انه يبرز امكانيه العازف. بالتاكيد، يعني نعم. احنا هسه معترفين انه امكانيتك عاليه. نعم. بس نريد ايضا تكون هذه الامكانيه موظفه لخدمه التراث، النغمه التراثيه. نعم. وليس يعني كمحاوله تقدمها للمستمع بانه انت قادر على انه تعزف على هاي الآلة مثل ما تعزف على الكمان. أتمنى ذلك. نعم. بس زين هسه أنا إذا أريد منك فد مقام تقدر تغني لي، ولو بهاي الحلقة ما راح تغني مقام. نعم. بس راح يعني حلق مقام إذا ممكن. نعم. أنا بالنسبة لي أستاذ يحيى مثل ما قلت لك أنه درست المقام وغنيت المقام يعني أثناء دراستي بالمعهد. نعم. فاليوم راح أقدم للجمهور العزيز، أقدم لهم شعر وأبوذية من مقام الحجاز. أحبتنا لقد طالت تنائي، أحبتنا لقد طالت تنائي، وحالت بيننا بيد فبيد، فيا زمن الصبا هل من رجوع، فيا زمن الصبا هل من رجوع، ويا عهد الشباب، ويا عهد الشباب والراح حرم بعد الأحبة الطرب، هو الراح ولفجفني لذيذ النوم ويلي. ولفجفني لذيذ النوم، هو الراح لرجع زمان صباي يا ويل، لرجع زمان صباي، هو الراح متى عهد الشباب